السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا النهاردة من أول سور المنتزه لحد شارع محمد نجيب على البحر. يلا بينا نشوف جولتنا النهاردة. على يمين الصورة دي كده المنتزه، طبعا من أجمل الأماكن الموجودة في اسكندرية وأحلى الفسح اللي موجودة. طبعا التيكت دلوقتي 50 جنيه دخول المنتزه، غير طبعا العربية. لو معاك عربية ملكي تقدر تدخل المنتزه، بس في بقى باركنج جوه، ممنوع دخول العربيات جوه المنتزه. في كمان عربيات الجولف كار لو حابب ان انت تاخد بقى جولة كده جوه المنتزه. هتلاقوا كمان شاطئ خاص جوه المنتزه. طبعا من أجمل الأماكن الموجودة في اسكندرية المنتزه. كمان هتلاقوا حديقة أنطونيادس، برضو الفسحة هناك جميلة جدا. في كمان تقدروا تروحوا محطة الرمل، تروحوا المنشية، تقدروا كمان تروحوا حديقة الحيوان. فهتلاقوا الفسحة جميلة جدا في اسكندرية سواء في الصيف أو في الشتاء. تقدروا كمان تاخدوا الأتوبيس السياحي، بياخدكم كده بقى جولة في اسكندرية من أول سور المنتزه لحد المنشية. على شمال الصورة من أشهر الفنادق الموجودة في اسكندرية هو فندق شيراتون، موجود كده قدام سور المنتزه على طول. قدامنا كده على طول هنلاقي شاطئ خاص تبع فندق الشيراتون. الشاطئ ده السنة اللي فاتت مكانش شغال، وحاليا تم وضع سور أمام الشاطئ ده. ودلوقتي بقى هنشوف شكل الشاطئ من جوه. ده كده شكل الشاطئ الخاص تبع الشيراتون، زي ما حضراتكم كده شايفين. طبعا فاضي خالص، مفهوش ولا كراسي ولا شماسي. ان شاء الله الصيف الجاي يتم فتح الشاطئ. زي ما حضراتكم شايفين احنا موجودين دلوقتي في المنظرة بحري. طبعا قدامنا كده بقى على طول هنلاقي العصافرة، وبعدين ميامي، وبعدين سيدي بشر، وبعدين شارع محمد نجيب. طبعا التوسعة دي من اول هنا سور المنتزه لحد فندق المحروسة. عايزين مكان ناكل فيه. يلا طيب تعالى كنت عايز تنزل.
وكده ركبنا المشروع وهناخد بقى كده جولة على شواطئ اسكندرية الجميلة. طبعا اسكندرية دلوقتي جوها جميل جدا. النواد دلوقتي بتتأخر. طبعا شكل البحر ما كانش كده في اسكندرية من كام سنة، كان الموج ده بيبقى عالي جدا بيوصل كمان لحد الشارع. فزي ما حضراتكم شايفين البحر جميل جدا، وكمان في ناس بتنزل البحر في الوقت ده. ودلوقتي بقى داخلين على العصافرة، ومن أجمل الشواطئ الموجودة في منطقة العصافرة. هنلاقي شاطئ العصافرة وشاطئ البوريفاج وكمان جزيرة الدهب وشاطئ محمود سعيد. وده كده طبعا حضراتكم عارفين ان ده كوبري 45 واخد نفس تصميم كوبري ستانلي. وكده داخلين على منطقة ميامي وبير مسعود وبعد كده سيدي بشر. طبعا هنلاقي بقى شارع خالد بن وليد على شمال الصورة. وهنا طبعا بيتم توسعة الكورنيش المرحلة الثانية زي ما حضراتكم كمان عارفين، من أول بير مسعود لحد المحروسة في مشروع حماية الشواطئ. موجودين دلوقتي في منطقة ميامي زي ما حضراتكم شايفين قدامنا كده على طول هنلاقي جزيرة ميامي.
وهنا كان موجود نادي وادي دجلة بس تم إزالته بسبب توسعة الكورنيش. وده بير مسعود من أجمل الأماكن الموجودة كمان في اسكندرية، تقدروا بقى تطلعوا على الصخور وتشوفوا كمان بير مسعود. وده نادي السيارات، طبعا تم عمل بوابة تانية، والبوابة القديمة اللي قدام دي كلها هيتم إزالتها. ودلوقتي داخلين في منطقة سيدي بشر بحري. طبعا هنلاقي بقى قدامنا كده زي ما حضراتكم شايفين حديقة سيدي بشر، وكمان مسجد سيدي بشر وإشارة سيدي بشر اللي هيتم إلغائها. محمد نجيب له صلاة. وكده بقى نزلنا قدام شارع محمد نجيب. هتلاقوا على يمين الصورة طبعا في معدات هنا شغالين مشروع حماية الشواطئ، وعلى شمال الصورة هنلاقي كوبري محمد نجيب. ودي كانت جولتنا النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.